دا یو ورور تپوس کړی دی چې قرآن کریم کې 14 سجدې دي که 15 سجدې دي. وایي چې قرآن کریم کې 14 دي که 15 سجدې دي. تحقیقي قول دا دی، تحقیقي چې په هغې باندې دلایل هم شته الحمدلله. په قرآن کریم کې 15 سجدې دي، 15 سجدې دي. او دې باره کې روایت هم شته، امام ابو داود، امام ابن ماجه راوړی دی، امام حاکم هم راوړی. عمرو بن العاص رضی الله عنه وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ما ته 15 سجدې په قرآن کې ښوولي دي. وایي ما ته پیغمبر څو سجدې ښوولي دي؟ 15. اولنۍ سجده په قرآن کې په سورة الاعراف کې ده، إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. بسورة أعراف ولا نيشو. ديما سجدة بسورة الرعد كده، الرعد ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. ديما سجدة سورة النحل كده، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. سلورم سجدة سورة بني إسرائيل كده، يا سورة الإسراء قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. بينزم سجدة سورة مريم كده، إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. شبقم سجدة سورة الحج كده، ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض إلى آخر الآية. وما سجدة دام بسورة الحج كده. سيد دلائل هذا ثابت تجي سورة الحج كده سجدة. بعض المصحفون كده كانت السجدة ده سجدة عند الشافعي، الإمام الشافعي بنز نسي ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم ثابت سيد دلائل السلام. ندوي سويمة سيدة وما أو بسورة حج كدويمة يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. أتم سيدة سورة الفرقان كده، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. نهم سجدة سورة النمل كده، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. لسم سجدة سورة السجدة كده، ألف لام ميم تنزيل. أو يولسم سجدة سورة صاد كده، وظن داود أنما فتناه دقايتك. دولسم سجدة فسورة فصلت كده، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. ديار لسم سجدة سورة النجم كده، فاسجدوا لله واعبدوا. أو سوار لسم سجدة سورة الانشقاق، وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. أو باللسم سجدة بسورة العلق كآخرني سجدة، كلا لا تطعه واسجد واقترب. دا ټولې 15 سجدې شوې، 15 سجدې. دا تحقیقي قول چې کوم دی راجح د هغې مطابق دی قرآن کریم کې، والله أعلم.